ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم جول دايركتور اسمهان عبد الفتاح من فريق سوبر وومن. تعالوا نعرف مع بعض ازاي افعل نفسي عضو راعي من خلال الابليكيشن، مش من الموقع، بطريقة سهلة وبسيطة. يعني ايه افعل نفسي عضو راعي؟ يعني ارفع صورة البطاقة بتاعتي علشان اأكد واثبت صحة البيانات اللي متسجلة في العضوية ومطابقتها للبطاقة بتاعتي، علشان يسمحولي اني اسجل عضويات تحت الكود بتاعي. ودي حاجة بتكون في مصلحتك جدا، عشان لو لا قدر الله في اي لخبطة في تسجيل البيانات بتاعتك ما ينفعش تكوني بتبني فريق وفي لخبطة في بياناتك. فمن الاول كده يبقى بياناتك صحيحة سليمة، عضويتك 100 وتبدأي تدخلي عضويات بقى تحت الكود بتاعك براحتك جدا. دلوقتي احنا عندنا اوريفليم بيوتي الابليكيشن بتاعنا. اما نفتحه كده هنلاقي تحت خالص في خانة كده مكتوب عليها الاتفاقات والمستندات. حلو كده، هضغط عليها. تمام، لما اضغط على خانة الاتفاقات والمستندات دي هيظهر معايا ايه؟ هيظهر معايا صفحة فيها شوية بيانات مطلوبة مني. انا مش هعمل حاجة غير اني هكون قبل كده مصورة البطاقة بتاعتي صورة واضحة وسليمة ومش مهزوزة، وصورة تكون مش مقصوص منها اي حاجة ومش ناقص منها اي حاجة، كل بياناتها واضحة وسليمة. تمام، الصورة دي هكون عاملة لها حفظ في خانة في الجاليري بتاعي. اوكي، هنا مكتوب هنا ايه؟ الاتفاقات والمستندات. المستندات البطاقة الشخصية، الصورة الأمامية. ماشي، وموجود عندنا خانتين. اوكي، هتلاقي الخانة، ماشي، اول خانة دي هترفعي فيها، هتدوسي على علامة الزائد، وهو هنا بينبه عليكي بيقولك ان متطلبات صورة البطاقة ان هي تكون صورة من اصل البطاقة. يعني ما ينفعش اصور صورة للصورة، ماشي، ان تكون واضحة تماما، تكون البطاقة كاملة، ان تكون صورة البطاقة سارية وغير منتهية، وطبعا السن يكون 18 سنة. جات ات يعني خلاص، اوكي عرفت. هيبدأ يفتح لك الجاليري، هتختاري الصورة، هتكون مثلا اول واحدة هتختاريها من الاسهم دي، او الاسهم دي بتفتحها لك عشان توضحها لك، انت اوريدي عارفاها. هتضغطي على اللينك بتاعها هتتحمل على طول. تمام، يعني أنا لو ضغطت على اللينك ده كده هتبدأ تتحمل، وهدوس على دن. بس طبعا مش هي دي الصورة اللي انا بحملها، المفروض ان انا بحمل صورة البطاقة. نفس الشيء بعمله في الجزء اللي تحت لظهر البطاقة. خلاص كده، وبعدين بتكون خانة الحفظ دي يعني معمولة باللون الأخضر، فهدوس على حفظ. هي طبعا دلوقتي معمولة باللون الأبيض لأني خلاص أنا مش هحفظ حاجة، لأن اوريدي أنا رافعة صورة البطاقة بتاعتي. حلو كده، هدوس على حفظ. كلمة حفظ اللي بالأبيض دي هيكون مكانها أخضر، هدوس عليها كده، هو قبل صورة البطاقة. الجزء بقى اللي تحت ده اللي هو صورة إيصال الكهرباء والغاز والحوارات دي كلها ملكيش دعوة بيه خالص، خليكي في الجزئية اللي فوق دي. وش البطاقة في أول خانة، ظهر البطاقة في الخانة التانية. حلو كده، دي طريقة بسيطة جدا. ودلوقتي تفعيل العضوية بقى يعني عن طريق روبوت، فبيبقى الموضوع سريع وسهل. لكن لو في مشكلة في البيانات وده مش متطابق مع ده، هي دي الحتة اللي بيقف فيها التفعيل، وبتضطري ان انت تتواصلي مع الشركة 19662 بخدمة العملاء، وتشوفي ايه مشكلة التفعيل بتاعت بطاقتك. لو في اي بيان خطأ بتبدأي تصححيه معاهم وتظبطيه، وبعد كده بتتم عملية التفعيل بمنتهى السهولة. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. شكرا لكم.